السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية أكلمكم عن السكر، أسبابه وأعراضه وعلاجه وأنواعه. عندنا السكر تايب 2، وده اللي أنا هتكلم عنه بالتفصيل النهاردة، اللي نقدر بالتغذية العلاجية إن احنا نتخلص منه نهائيا. لكن سكر تايب 1 هو لازم ياخد انسولين انجكشن، ده يعني خلاص هو وصل لمرحلة ما عادش ينفع، لازم ياخد انسولين بالحقن. هكلمكم النهاردة عن السكر وازاي احنا وصلنا لان احنا بقى عندنا سكر، لان احنا عملنا عادات غذائية غلط جدا، بقينا ندخل السكر بشكل مفرط جدا للجسم. زي ايه مثلا؟ يعني بدأت اخد العصاير بتاعة الفاكهة. طب انا بدل ما اكل البرتقانية انا بعصر البرتقان، فالكوباية بيبقى فيها 5 برتقانات، فده سكر مبالغ فيه، الجسم مش محتاجه، وبيبدأ الجسم ان هو بعد كده بيتعامل معاه بشكل مش صح، يعني بيعلي الانسولين في الجسم وبيسبب مشاكل بعد كده بتوصلك للسكر. فممنوع يا جماعة العصاير، كلوا الفاكهة، كلوا يعني ثمرتين فاكهة في اليوم وده كفاية. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني بلاش الإسراف في الأكل. تمام. يعني أنا مش عايزة الجلايسيميك اندكس يزيد. كلوا العدس ممتاز جدا، بروتين ممتاز جدا. كلوا الزبادي بطريقتها العاديه، اللي هي الزبادي العاديه البلدي دي، بلاش نحط عليها فاكهه وسكر وخليناها عامله زي المربى. لا، الكاتشب والصوصات الجاهزه دي والصلصات اللي محطوط عليها مواد حافظه، كل الحاجات دي بتضر الجسم وبتعلي السكر. الكنزات والمشروبات الغازيه والبيبسي وكل الكلام ده بيعلي معاكي السكر. الميه جميله، مالها الميه اثرت معانا في ايه؟ نشرب ميه بنروي عطشنا، بنرطب من البامية والقرفة وخل التفاح ممتازين جدا مع مرضى السكر تايب 2، وده بيخلي السكر يكون في حالاته الطبيعية وبيظبط معاكي جدا الأعراض كلها، وممكن يعالج كمان السكر بتاعك، وتبقي مش مريضة السكر لو قللتي من السكريات اللي انت بتاخديها في نظام غذائك. خل التفاح ممتاز جدا، بس تاخديه بالشاليمو لانه بيبقى غلط على الاسنان، ما ينفعش يعدي على الاسنان، يخش على طول للمعده. هبوط السكر في الدم يا جماعه، ما ينفعش لما يحصل هبوط سكر في الدم ادي للمريض بسرعه سكر. طب ما انا كده هخليه يجيله سكر بعد كده، لا، الحاله ما بتتعالجش بالشكل ده. انا بديله نشويات مفيده زي ايه؟ زي البطاطا، زي الرز، زي المكرونه اللي هي الغامقه دي. تمام. طيب ايه تاني انا ممكن استخدمه علشان اعالج مريض سكر تايب 2؟ الرياضه. الرياضة، المشي، امشي كل يوم نص ساعة اقل حاجة، عايزة تزودي ساعة، ساعة ونص. المشي لما بيزيد مفيش في اي مشكلة، بالعكس ده بيخلي الجسم في صحة اكتر، ويخلي الحرق ممتاز جدا، يخلي الجسم يشتغل بكفاءة عالية جدا. لو قدرتي تروحي الجيم ممتاز طبعا جدا، لو في عندك الوقت والامكانية يبقى ممتاز جدا. تاني حاجة الاسترس، لازم اعالج الاسترس. ما ينفعش افضل دايما مخليه الكورتيزول عالي في السماء واقول انا بيجيني سكر ليه. ما هو الاسترس يا جماعة. ناخد فوار مغنيسيوم بيهدي الجسم وبيمنع الاسترس. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر. تابعوني على القناه واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، هكون معاكم دايما في كل المواضيع اللي تهمكم. اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجه فادتكم من كلامي النهارده، وانا دايما هكون معاكم كل يوم بمعلومات جديده. السكر لما بيبقى واطي مش ممكن يجي يحصل جلطات في الجسم ابدا. تمام. طيب انا لما يجيلي حسيت ان انا السكر بتاعي خلاص بدا يعلى وقسته ولقيته بدا يعلى، اعمل ايه؟ اخد كروميوم لمده شهر قبل ما اروح للدكتور واخد علاج. خد الكروميوم لمده شهر، لان الكروميوم بيخلي الخلايا متعطشه ان هي تاخد السكر من الدم، فبيعالج مرض تايب 2 من السكر، وممتاز جدا الكروميوم، وموجود في الصيدليات، تقدر تاخديه لمده شهر. طيب ايه هي اعراض السكر عشان اعرف لو انا بقى عندي سكر بيحصل لي ايه؟ بتلاقي الحمام، بتدخلي الحمام كتير، بول كتير، بتلاقيكي دايما عطشانه، بيبقى فيه عطش طول الوقت، ريق ناشف كده. الوزن بيقل، بتبدا الحاله الوزن بتاعها بيقل. بتلاقيها دايما جعانه. ليه؟ لان هي دايما بتاكل، فالانسولين هو متلخبط اصلا في الجسم، مش عارف يظبط، فبيديها احساس تاني بالجوع، فتبدا تاكل تاني وتدخل سكر تاني. طيب ايه الحل؟
ايه الحل؟ اقلل السكر، اقلل السكريات اللي بتدخل لي في الجسم، اقلل المواد الغازيه، اقلل الكنافه والبسبوسه والقطايف والحاجات اللي ملهاش اي فايده ديت. سكر تايب 2 زيرو نشويات، زيرو سكر، نقلل الفاكهه لو سمحت. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش ادي لواحد مريض سكر تايب 2 النوع التاني من السكر افضل اديله في سكر تاني، ما ينفعش. هو ممنوع لا ياخد سكر ولا ياخد نشويات، ولازم يقلل الفاكهه جدا، ويا ريت لو يمنعها اصلا خالص. يعني ليه بقى الكيتوجينيك نجح مع مرضى السكر وعالجهم علاج نهائي؟ ليه؟ لان الكيتو يا جماعه لما بتمشوا عليه هو بيعتمد على البروتينات والدهون، فالبروتينات والدهون ما بيستخدموش الانسولين خالص. عشان كده هم مرضى السكر تايب 2 لما مشوا على الكيتوجينيك ريجيم ده دايت خفوا نهائيا من السكر وبقوا اصحاء تماما. البروتينات بتتكسر، بتتحول الى اسينشال امينو اسيد، ودي ما بتتصنعش لوحدها في الجسم. يعني انا لازم اخدها من بره، لازم اخد البروتين بتاعي اللي هو فراخ، لحمه، سمك، تونه، بيض، ده لازم اخده من بره. كمان الكيتو فيه الدهون، والدهون دي برضو ما بتتصنعش لوحدها في الجسم، اللي هي اسينشال فاتي اسيد، ودي برضو لازم اخدها من بره، زي السمنه، الزبده البلدي، زيت جوز الهند، المكسرات، الافوكادو، الحاجات دي كلها لازم انا اخدها من بره، ودي هتخسسك. هي مش دهون هتخنك، دي دهون صحيه هتخسسك. الدهون مهمه جدا للاعصاب، للمخ، يعني عشان تخسي لازم تاخدي دهون صحيه. ممنوع اخد البيبسي، ممنوع الشوكولاته اللي احنا ادمناها دي، ممنوع الشوكولاته خالص، دي عباره عن سكر وسم ملهاش اي فايده. العسل ممتاز بس ما ينفعش اقعد اخد 4 5 6 معالق عسل في اليوم، لا هو انا هاخد معلقه واحده وتكون معلقه صغيره، كل حاجه بالمعقول، ما بتعليش معانا السكر. مشاكل السكر بتيجي من كتر السكريات اللي انتوا بتدخلوها لجسمكم، وسكر ابيض ملوش اي فايده غير ان هو سم قاتل في الجسم، بيعلي معاكي الانسولين، بيجي الانسولين يروح على الخليه عشان يفتحها عشان يدخل السكر، فخلاص من كتر السكر الموجود في الدم الانسولين ما بقاش، خلاص الخليه مش عايزه تفتح، فحصل ايه؟ حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، يعني مقاومه انسولين. فالحاله دي هتلاقيها ايه بقى؟ عندها كرش، هتبقى معرضه ان هي جدا يجي لها سكر تايب 2 اللي هو السكر النوع التاني اللي انا بتكلم عنه. والناس في كل العالم بطلوا يدوا أدوية لمرضى سكر تايب 2، بيعالجوهم بالتغذية الصحيحة، نقلل السكريات، نمنع المشروبات الغازية، نمنع الحاجات المصنعة، نمنع زيادة الفاكهة المبالغ فيها. يا جماعة الدقيق مش بس السكر، الدقيق كمان، الدقيق بيتحول في الجسم لسكر بعد كده، وبرضه هيوصلنا لنفس المرحله. ما ينفعش انا اقعد اكل 5 ترغيفه عيش، 5 ترغيفه عيش، 5 ده كتير قوي. كل دوت انا الجسم مش بيستفيد غير بقد كف الايد. شايفه كف الايد من غير الصوابع؟ ده اللي انا عايزاه عيش، بس هو ده اللي الجسم يستفيد بيه. زياده عن كده كله بيتخزن سكر بيتحول لسكر في الجسم، وبيبقى في الدم، بيجي عشان يخش الخليه الانسولين بيتعب من كتر ما قاعد يفتح في الخليه، بيتعب، بيصدي، خلاص المفتاح صدى ما عادتش بتفتح الخليه، فبيبدا يخزنه في دهون في الجسم، ويوصلك بعد كده لمراحل سكر تايب 2.